السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا معايا في قناتي، قناة موعظة مع صفا. القناة هتقدم لنا ايه كده. انت كان في بعض فيديوهات انا كنت بنشرها لعلمائنا الكرام. هقدم فيها فيديوهات دينية، هقدم فيها وصفات عن الأكلات اللي بتوفر لنا يعني شوية، وإن ازاي نمشي مع الحياة، وإن ازاي إن انت تعلمي بنتك قبل الجواز تعمل ايه وتعمل ايه، مش كل حاجة تكون في الجهاز بس. وهنقدم فيديوهات مثلا عن الدين، تربية ولادنا ازاي، ونعلمهم من الصغر نتعامل ازاي مع ابنك بعد ما يكبر، مع بنتك بإذن الله. أتمنى منكم دعمكم إن شاء الله للقناة، وتشتركوا فيها بإذن الله كده، وتعرفوا بيها برضو أصحابكم، وتعرفوا بيها معارفكم اللي انتم حابين فيهم. هنتكلم برضو عن مشاكل، هنجيب قصص وإيه اللي حصل معاها، وإيه اللي ما وخدت الموعظة ازاي من القصة دي، واحنا برضو نستفيد منها. هنجيب برضو القصص، ولو انت إن شاء الله عندك قصة هبقى اسيب لكم انا اسم صفحتي في الفيديوهات، في لينك تحت في اول تعليق باذن الله. هتبعتي لنا هناك في كلمه مراسله القصه اللي انت عايزه تبعتيها، عايزه ما شكوتك فيها ايه، او توعظي الناس منها ايه باذن الله. اتمنى بقى ان شاء الله باذن الله كده نكون نتواصل مع بعضينا، وان شاء الله تعجبكم كل حاجه. هنيجي النهارده نتكلم عن اول موضوع هو موضوع ايه بقى. موضوع النهارده هنتكلم فيه عن المحافظه على الصلاه. دي اول حاجه. الناس كتير مش بتصلي، سواء بنات سواء شباب سواء امهات في البيوت. وده سبب من اسباب قله البركه في البيت يعني، بسبب ان احنا برضو ايه مفيش محافظه على الصلاه، ان انا ما عودتش بنتي او ابني، او انا مش قادره ازاي اخليهم يصلوا. كل دي حاجات برضو عملت مشاكل كتير في بيتنا برضو. اول حاجه هنتكلم فيها ان انا اواظب على الصلاه ازاي. ان انا مثلا ما اقعدش مشغوله في كل حاجه، لا استني لما الاذان اذن، لا استني لما اخلص المواعين، لا لما اخلص الطبخ. انا قبل الطبخ مثلا انا شغاله وعارفه ان الاذان خلاص هيأذن، قبلها ب10 دقايق ابقى ظابطه المنبه في الموبايل. لو انا مش الاذان المؤذن مش جنبي مني، مش سامعه صوت الاذان، ابقى عامله مواعيد للصلاه عندي قبلها ب10 دقايق، بحيث ان انا ايه، لو في ايدي اكله الحق الخص فيها كده اهوت، ان انا هقدر اسيبها في حاجه مش هقدر اسيبها على البوتاجاز، وفي حاجه اقدر اسيبها على البوتاجاز. مثلا لو انا بطبخ، مثلا انا في ايديا مثلا بنظف البيت، خلاص انا ممكن اسيب البيت واغير لبسي كده، البس لبس هيئه حلوه واروح اصلي، وبعد كده ارجع اكمل شغل. مواعين هقدر اسيبها برضو يعني. انا ما هو ده بقى اللي، لكن انا لو لا شويه الشيطان هيكسلني، هرجع الاقي حاجه تانية. هو ده اول حاجه بتحصل. بنيجي بقى لاولادنا بقى. ولادنا بقى ان احنا من الصغر اساسا ما عودناهمش، فده اللي عمل مشكله معانا كبيره، ان هم جم لما كبروا ما عرفوش إن يحافظوا على الصلاه. عشان كده رسولنا عليه الصلاه والسلام قال علموا اولادكم من 7 واضربوهم عليها من 10. مش ان احنا نفضل نضرب فيهم، لا يعني نبتدي نعلم كده في خلال ال3 سنين. لا قوم اتوضى، لا قوم صلي معايا، قوم صلي بيا امام، تعلمي كده. وهو مثلا بقى عنده 10 سنين، لا صلي بينا امام. بنتك كده نفس الحكايه، لا انت تقومي صلي معايا. وبشوف امهات كتير بتبقى سايبه اولادها، ويوم جمعه ما بينزلوش يصلوا. يعني انت ابنك شاب في البيت قاعد بيعمل ايه؟ لا يعني حتى يوم الجمعه ده لازم تلح عليه، لازم تخليه ينزل يصلي. مفيش حاجة اسمها كده مرة على مرة، لا. ما هو 3 جمعة يبقى قسم قلبه عن الإسلام، ما ينفعش. لا قومي ابنك من النوم وقولوا له قوم صلي النهارده، لازم تقوم. حتى لو لسه نايم بقاله كام ساعة، كان في شغل أو كان قاعد سهران على موبايل، لا تعملي يوم الخميس تقولوا له لا لازم تنام بدري النهارده. لا، لازم يبقى ليكي شخصية معاهم شوية، ومش بالعنف ولا بالضرب ولا بالزعيق الكتير. لا بواحدة واحدة كده. لا لأن بكرة الصلاة لازم، أهم حاجة صلاة الجمعة لازم عشان تقوم تصلي. وتحاولي برضه قبل ما ينزل يصلي ان انت لا صلي ركعتين الصبح انت ما صليتهمش. واحدة واحدة كده. وبنتك نفس الحكاية، ما تسيبهاش نايمة بقى يوم الجمعة. لا هي بقى ايه، اصل كانت سهرانة، اصل كانت بتذاكر، لا تقولي لها يوم الخميس ده بالذات. من يوم الخميس واحنا نبتدي مع بعض ان احنا نحافظ ان بكرة يوم الجمعة، عشان نصحى نصلي بدري. نقوم بقى كده من الساعة 9 كده، ونكون هنفطر الأول ونصحصح كده، واللي هيقوم يغير لبسه، واللي هيقوم ياخد شاور كده، وبعد كده نروح نصلي. لا، عشان هو دي من البداية، إن أنا أحافظ من البداية. وهنجيب فيديوهات إن شاء الله كتير معاكم هتكلم فيها بإذن الله. النهاردة بس أول فيديو كده دعم كده إن شاء الله، وربنا يوفقنا بكل خير بإذن الله. اهم حاجه المحافظه، ان احنا عشان يتجنبوا حاجات كتير. الصلاه
بتنهي عن الفحشاء والمنكر والبغي. بيبقى خلاص انت بتبقى ما بتعرفش توصل الشيطان يوصل لك في الطريق، وان هو يميلك ازاي. عمره ما هيميلك طول ما انت محافظ على الصلاة. من حافظ عليها هتحفظ الله من كل شيء مضر ان شاء الله باذن الله.